بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض صينية كوسة بالفراخ جميلة جدا جدا وطريقتها حلوة قوي قوي. ده كده شكل الصينية بعد ما خرجتها من الفرن على طول. بجد شكلها حلو جدا جدا. لو اول مرة معايا في القناة او اول مرة جديدة معايا، ما تنساش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله. بشكر كل متابعيني وكل القنوات اللي معايا وبتسيب لي كومنت حلو زيها. بشكركم على تفاعلكم معايا ودعمكم ليا باللايك، طبعا لان اللايك دوت هو اللي بيرفع الفيديو. ده كده شكل الطبق معانا بعد التقديم. يلا بينا نشوف مكوناتنا مع بعض كده، نسمي الله. معايا كده فرخة تمام، جبتها غسلتها جدا حلو. حلو جدا. في محلول النقع بتاعنا ميه وملح وليمون وجنزبيل وطماطم تمام. معايا هنا صويا صوص، معايا خل تفاح، معايا طماطميه مبشوره، بصلايه مبشوره. البهارات اللي معايا طبعا ملح، فلفل اسود، بابريكا، قرفه، كاري، توم باودر وبصل باودر وذره بسيطه من الحبهان او الهيل. تمام. انا فاتحه الفرخه معايا من الظهر زي ما احنا شايفين كده، غسلاها كويس جدا زي ما قلتلك. اهم حاجه غسيل الطيور حلو جدا جدا. معايا بقى بوله، هنزل كده نسمي الله بالمكونات اللي موجوده معايا. طماطم مبشوره، ومعايا كمان توم على 3 فصوص كده، ومعايا كده البصل المبشور تمام. يبقى 3 فصوص من التوم على البصل، ونزلت كده بالبهارات اللي موجوده معايا. هحط كده خل التفاح، طعمه جميل جدا مع تتبيله الفراخ برضو. حاجه بسيطه بس كده، يعني ممكن نص معلقه كده من خل التفاح صغيره تمام. وهحط كمان صويا صوص طبعا موجودة معايا في تتبيلة المشويات على طول في الفراخ وفي اللحوم، طعمها بيبقى حلو جدا جدا. هخلط بقى كل التتبيلة اللي موجودة معايا، ودي كمان كده معلقة من العسل الأبيض بتبقى طعمها روعة جدا جدا في تتبيلة الفراخ. بجد طعمها بيبقى حلو جدا، وبتطري معايا لحمة الفرخة كده وبتخليها جوسي وجميلة جدا. هخلط كده المكونات بتاعة التتبيلة بالشكل اللي احنا شايفينه كده. الفراخ دي انا كنت متبلاها قبلها بيوم، قبل ما اطبخ الطبخه بتاعتي بيوم، وحطيتها في التلاجة. هبدأ اتبل الفرخه بتاعتي كويس جدا بالتتبيله زي ما احنا شايفين كده، علشان تشرب من التتبيله كويس جدا. كل ما بتتبلي فراخك وتقعديها في التلاجة قبلها بيوم، بتلاقي طعم الفراخ معاكي طعمها حلو جدا، او اللحوم طعمها مختلف خالص تمام. زي ما احنا شايفين كده اهو، وهندعكها كويس جدا بالتتبيله من جميع الجوانب. يا ريت بقى ما تنسوش اللايك يا حبايبي، طبعا بقول لكم كده عشان اذكركم باللايك. طبعا بتتفرجوا على الفيديو ممكن تنسي اللايك، فحط اللايك كده عشان يترفع وممكن اي حد تاني يشوفه وكده. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله ان شاء الله. تمام جدا. الفرخة معايا بقت خلاص كده اتبلت حلو جدا. هدخلها التلاجة، هغطيها الاول وبعد كده هدخلها التلاجة. يلا بينا نكمل بقية وصفتنا. ده كده خلاص طلعت الفرخة معايا من التلاجة تاني يوم. معايا هنا الكوسة الجميلة اللي احنا شايفين شكلها صغننة جدا وحلوة جدا. انا عامة في المحشي كوسة او في الكوسة اللي هي بالصلصة بحب الكوسة الصغيرة، ما بحبش اجيب كوسة كبيرة. معايا هنا بصلاية مقطعة نص حلقات ونص مقطعة مكعبات صغيرة تمام. هبدأ ان انا اقطع بقى الكوسة بتاعتي بالشكل الدائري ده كده، بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا ممكن تستخدمي اي شكل تقطيع انت حباه، انا بحب الشكل ده بصراحة، بيديني شكل حلو جدا. هتقطعيها بالسكينة، هتقطعيها بالقطاعة المشنشرة اللي موجودة عندك، طبعا زي ما تحبي. نسمي الله كده. جبت الصينية معايا، هوريكم بقى طريقتي في الكوسة، طريقة حلوة جدا جدا. جبت معلقة من الزبدة الصفراء زي ما احنا شايفين، وكمان نزلت عليها كده بمعلقة من الزيت تمام بالشكل ده. يبدأوا كده يسيحوا مع بعض، وهبدأ ان انا هجيب التوم معايا. معايا هنا قيمة 4 فصوص او 5 فصوص من التوم. هسيبهم بقى يتحمروا كويس جدا زي ما احنا شايفين، ياخدوا بقى اللون الذهبي الجميل كده، ويطلع كده ريحة التوم معانا حلوة جدا جدا. الطريقة دي بجد اعتمديها، طبعا كلنا شاطرين وبنعرف نعملها. انا معتمد الطريقة دي على طول كده في الكوسة، بيبقى طعمها حلو جدا جدا. حتى لو انت هتعمليها في حلة مش هتعمليها في صينية، برضو بعمل نفس الطريقة.
تمام. هستنى بس كده ثواني كده بس لغايه ما التوميه كلها تاخد اللون معايا زي ما احنا شايفين. معايا هنا عصير طماطم ضرباه في الخلاط زي ما احنا شايفين كده. نسمي الله وننزل بعصير الطماطم فريش كده، ريحته بقى مع التوم كده تحفه تحفه. هنزل كده بالكوسه بالشكل ده. هفرد بقى الكوسه بتاعتي كويس جدا في الصينيه، وهبدا ان انا هجيب البصل بتاعي على طول كده. بنزل بالبصل على الكوسه بالشكل ده. صحيه وجميله جدا وطعمها بيبقى حلو قوي بجد. تمام. نزلت بالبصل كده على الكوسه، هبدا اخلطهم كويس جدا مع بعض، وهفرد بقى في الصينيه بتاعتي الكوسه بتاعتي والبصل بالشكل اللي احنا شايفينه كده. هبدأ اجيب البهارات بتاعتنا هملحها، واحط كمان فلفل اسود وكده رشة بسيطة من السكر طالما فيه صلصة. تمام. عشان حموضة الطماطم. خلاص كده تمام جدا جدا. جبت بقى معايا الفرخة الجميلة اللذيذة المتبلة الحلوة دي، وهنزل بيها بقى. طبعا انا مفتحة الفرخة بالسكينة طبعا عشان التتبيلة تتشربها وتبقى معايا حلوة جدا. حطيت الفرخة كده بالشكل اللي انا شايفينه ده كده، فتحتها وحطيتها كده في نص الصينية، وهغطي الصينية بتاعتي علشان ايه تكمل السوا بتاعها بقى والفراخ بتاعتنا تستوي وناخد منها الطعم الجميل الحلو ده. تمام. بالشكل اللي احنا شايفينه كده. خلاص كده بعد الفراخ بتاعتي ما استوت خلاص تمام، لونها زي ما احنا شايفين، والكوسه معايا مستويه وجميله جدا، وكمان الصوص بتاع الكوسه جميل قوي قوي. خلاص كده هدخلها الفرن بقى تاخد لون كده زي ما احنا شايفين، بسقيها كده من الصوص كده عشان تديها طعم حلو كده. كمان هدخلها الفرن تاخد اللون الحلو كده تحمر معايا الفراخ معايا برضو، واحنا شايفين الفراخ معايا مستويه وحلوه جدا جدا. دخلها الفرن وتخرج معانا ونشوفها مع بعض. وكده خلاص صينية الكوسة معايا خرجت من الفرن بالشكل اللي احنا شايفينه. هبدأ اقدم بقى في الطبق الوجبة الواحدة. جبت معايا كده الرز بالشكل اللي احنا شايفينه كده، حاجة بسيطة طبعا، وطبعا التزيين يرجع لحضرتك طبعا. هبدأ ان انا اطلع كده كمية بسيطة من الكوسة في الطبق ده كده الفرد واحد، ان انا ممكن اي حد يعني فرد ياكل فيه او فردين. تمام. بالشكل ده انا كنت عامله الطبق ده لفردين كده هياكلوا فيه، فطلعت كده زي ما احنا شايفين. حطيت كده الفراخ في جنب وفي الكوسه في جنب، وكمان الرز بتاعنا زي ما احنا شايفين كده بحاجه بسيطه. طبعا هنبدا ان احنا نشكله ونزينه حسب الرغبه وحسب ما تحبي طبعا بالشكل اللي احنا هنشوفه. بجد كان طعمها حلو جدا جدا، ولون الفراخ حلو قوي قوي بجد. هعمل معاها كمان طبق سلطه خضرا كده بالشكل ده كده تحفه جدا جدا. مفيش احلى من كده وشكلناه بالشكل ده. ده الفيديو بتاعنا النهارده بسيط كده ولذيذ. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو اول مره تشوفوا القناه متنسوش تعملوا القناه لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.